يا دكتور أنا عايزة أأجل الحمل في أول الجواز، بس كل الناس بيقولوا لي ده أنت لو أجلت الحمل ربنا هيغضب عليكي وهتأخر حدوث الحمل وهيحصل لك عقم وهتحتاسي عند الدكاترة. هل ده حقيقي؟ الحقيقة لا. مفيش أي علاقة ما بين تأخر حدوث الحمل بعدين وما بين الوسيلة اللي هتستخدميها لتأجيل الحمل في أول الجواز. بالعكس أنا دايما بنصح تأجيل الحمل في أول الجواز لحد ما تعرفوا بعض وحياتكم نفسها تكون مستقرة أكتر. اول وسيله برشحها هي الواقي الذكري، وبالرغم من ان الرجاله بتخاف من الواقي الذكري على اساس ان هو هيأثر في احساسهم بالمتعه اثناء العلاقه، فانا بقول يا ريت نجرب الاول الواقي قبل ما نحكم عليه بالسلب، لانه ده مش حقيقي. دلوقتي في التراسن وفي فيزر لايت، حاجات خفيفه جدا تقدروا تستخدموها مع المزلقات الحميميه بدون ما تحسوا انه مؤثر على المتعه ما بينكم انتوا الاثنين. تاني وسيلة هي حبوب منع الحمل، سواء أحادية الهرمون أو ثنائية الهرمون، ولو ده هيكون اختيارك في وسيلة منع الحمل هتحتاجي تروحي لدكتورك في الدورة اللي قبل الفرح على طول، أول يوم فيها يكون أفضل علشان يظبط التاريخ المرضي بتاعك، وعلى أساسه يقدر يحدد لك أنت هتستخدمي أنهي نوع وتستخدميه إزاي. ثالث وسيلة وهي الحقن، لو أنت بتنسي الحبوب، وحقن الشهر مش حقن الثلاث شهور. اخر حاجه اللولب، وانا ما بحبوش في اول الجواز لانه بيكون مؤلم للغايه اثناء التركيب، ونوع معين اللي هينفع في اول الجواز.